السلام عليكم، معاكم ملوكة من قناة ملوكة الإخبارية، والنهاردة هنقدم لكم نشرة كاملة فيها كل حاجة محتاجين تعرفوها. النهاردة الأربع 10 يوليو 2025، ويلا نبدأ بأهم الأخبار. أخبار مصر، مشروعات وتنمية. الرئيس السيسي اجتمع النهاردة مع الحكومة علشان يتابع تنفيذ المشروعات الجديدة في الصعيد، وأكد إن مبادرة حياة كريمة مكملة وبقوة علشان توصل لكل قرى مصر. المشاريع بتشمل مدارس ومستشفيات وكمان شبكات مياه وصرف صحي. البرلمان، قوانين جديدة. مجلس النواب بدأ مناقشة قانون جديد لتسهيل تراخيص المشروعات الصغيرة. الهدف منه إن الشباب يقدروا يفتحوا مشاريع بسهولة ومن غير تعقيدات، وده علشان الدولة تشجع الناس يشتغلوا ويقللوا البطالة. الاقتصاد، التضخم وأسعار السلع. البنك المركزي أعلن إن التضخم بدأ يقل شوية لأول مرة من 3 شهور، وده معناه إن أسعار بعض السلع بدأت تستقر. في نفس الوقت وزارة التموين قالت إن المخزون الاستراتيجي من القمح والزيت والسكر كفاية ل6 شهور. أما أسعار البنزين فهي لسه ثابتة، وده بقرار من لجنة التسعير التلقائي. الصحة، حملات جديدة. وزارة الصحة بدأت النهاردة حمل للكشف المجاني عن الضغط والسكر في كل الوحدات الصحية. الحملة مستمرة لمدة أسبوعين، وكمان في تطعيمات للأطفال في المدارس بداية من الأسبوع الجاي. التعليم، تطوير المناهج. وزير التعليم أعلن عن خطة لتطوير مناهج الصف الرابع والخامس الابتدائي. الخطة هتبدأ من الترم الجديد وبتشمل مواد زي العلوم والرياضيات والتربية البيئية. كمان في تدريب للمدرسين على الطرق الجديدة في الشرح. خبر عالمي، الحرب في أوكرانيا. في أوكرانيا القتال لسه شغال في مناطق الشرق، والنهاردة روسيا أعلنت إنها ضربت مواقع عسكرية جديدة. في نفس الوقت الاتحاد الأوروبي أعلن عن دعم مالي إضافي لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو. الطقس، درجات الحرارة والاحتياطات. هيئة الأرصاد بتقول إن مصر لسه في موجة حر. القاهرة وصلت ل37 درجة، وأسوان 42، وممكن يحصل نشاط في الرياح على بعض المحافظات. يا ريت الناس تشرب مية كتير وتلبسوا خفيف، وبلاش الشمس في وقت الظهر. الرياضة، الأهلي والزمالك. الأهلي بيستعد لمباراة نهائي كاس مصر قدام بيراميدز يوم الجمعة، واللعيبة راجعين من المعسكر في حالة بدنية قوية، والمدرب كولر بيشتغل على الجوانب الدفاعية والهجومية. أما الزمالك فبيفكر في تغييرات كبيرة في تشكيل الفريق، وفي كلام عن صفقات جديدة من شمال أفريقيا، ولسه في مفاوضات مع مدافع تونسي. الخاتمة. ودي كانت النشرة الكاملة من قناة ملوكة الإخبارية ليوم الأربع 10 يوليو 2025. أتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان توصلكوا الأخبار أول بأول. كان معاكم ملوكة، نشوفكوا بكرة في نشرة جديدة. مع السلامة.